قال لي ماما في حدا بالخزانة. بكون سهرانة أنا وزوجي بعيط لي ابني ماما ماما في حدا بالخزانة. 3 أشياء ممكن تكون مسببة لهيدا الموضوع. أولاً ممكن يكون توهم. تاني سبب ممكن يكون طبيعي واللي هو أنه ولد حلم كابوس فاق منه خايفان. ثالث سبب واللي هو أهم واللي بدنا نحذر منه ونضل نحكي عنه اللي هو مخاطر التليفون. لنرجع لأول سبب واللي هو التوهم. إذا هيدا الشيء تكرر عند ابنك فهو بحاجة أنك تاخديه عند أخصائي، وهيدا الشيء ما بيخوف. أنت بتاخديه عند أخصائي وهو بيتابعه، وهيدا الشيء له علاج وممكن على المدى القصير. تاني سبب واللي هو طبيعي، بحاجة هيدا الولد قبل ما ينام تكوني معه تحكي له قصة حلوة تبقى راسخة براسه، وإن شاء الله بيشوف أحلام حلوة. ثالث سبب واللي هو رئيسي واللي هو رح وقف عنده شوي وبليز اسمعوني، اللي هو التليفون. خطر التليفون كتير كبير، وبعد كتير من الأهالي لهلا ما حاسين بهذا الخطر. عم نلاقي أغلب الأولاد كل وقتهم بالفعل على التليفون. يا جماعة هيدا خطر على أولادنا. ايه بدي أخوفكم، في خاصية بالتليفون بترسم صورة الولد وبتعرف أنه الولد بهيدا الوقت قاعد على التليفون، وفي جهات مختصة عم بتتابع هيدا الموضوع، والموضوع أخطر من هيك بكتير وأكبر من هيك بكتير، وهلأ ما رح نسميه. ايه بدي اياكم تخافوا لأنه الموضوع أخطر من هيك بكتير. بلشنا نشعر بخطر هيدا الموضوع. نحن عم نشتغل مع الأولاد، ما بتشوفوا كم حالة بتجينا من وراء التليفون. مجرد ما الولد كمش التليفون بصيروا بحطوا له أشياء مرعبة ومخيفة، وهلأ عم نسمع كلنا عن الشذوذ، وهذا الموضوع جد منه مصحة. إذا بدكم تحافظوا على أولادكم ابعدوهم عن التليفون، أو كنترول ساعة بالنهار صدقوني بتكفي، وأنا بنصح بأقل. وهيدي المشاكل رح خبركن عنها ببودكاست تاني، خليكن عم بتتابعوني. معكن هذا من سمول بات مايتي، اللي بعرفه عم قلكن عنه.